ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده سؤال حلقتنا. انت دخلت حقوق، انت فاكر ان انت خريج حقوق او خريج شريعه وقانون، ما عندكش شغل او مش هتلاقي شغل. وهتلاقي اكتر حد او اكتر ناس بتسمع الموضوع ده الناس اللي داخله في كليه الحقوق. ايه ده؟ دخلت حقوق ازاي؟ انت كده مش هتلاقي وظيفه، انت كده ضيعت نفسك، انت كده دخلت كليه ملهاش مستقبل. الكلام ده غلط. غلط ليه؟ بمنتهى البساطة، أي جامعة على مستوى مصر أنت هتطلع منها بشغل واحد بس. زي إيه؟ زي الدكتور هيطلع دكتور، أو بمعنى صح هيشتغل في مستشفى، أو هيشتغل في صيدلية، أو هيفتح عيادة. أيا كان هو دكتور، وظيفة واحدة بس. طيب الألوفات دي كلها بتشتغل في وظيفة واحدة. طيب المهندس هيطلع مهندس، المحاسب أو خريج التجارة هيبقى محاسب، محاسب بقى سواء في شركة خاصة أو محاسب في البنك. طيب حلو جدا. نيجي لكلية الحقوق. كلية الحقوق عشان تشتغل فيها لازم لها تقدير، طبعا توفيق ربنا أولا، ده متفقين عليه. تاني حاجة لازم تكون عندك تقدير، اللي هيعليك حد عن حد ويخليك تشتغل هو توفيق ربنا أولا ثم التقدير. طيب ايه وظائف كلية الحقوق او الشريعة والقانون؟ يمكن انا مش متعمقة شوية قوي في الشريعة والقانون، بس هم معانا في الجزئية دي الحاجات اللي انا هتكلم فيها دلوقتي. وممكن هم برضو ليهم جزئية تخصهم هم في الشريعة. تمام. اول حاجه هتقدر تشتغل معيد. طب المعيد شروطها ايه؟ لازم ان انا اكون اول او تاني او تالت على مستوى الجامعه او الكليه اللي انا فيها، كليه الحقوق، على اساس ان انا بياخدوا اول 3 او اول 4 على حسب ما القسم محتاج. طيب حلو جدا، طبعا ده لازم تقدير. ماشي. تاني حاجه اقدر اشتغل في الدبلوماسيه او القنصليه، وده وظيفه بتتقدم لها، طبعا مرتباتها كويسه جدا. طيب ممكن اشتغل في النيابه العامه، ممكن اشتغل في قضايا الدوله، ممكن اشتغل في النيابه الاداريه، ممكن اشتغل في قضايا الدوله، ممكن اشتغل في مجلس الدوله، ممكن اقدم في اكاديميه الشرطه للولاد او البنات، ممكن اشتغل محامي، ممكن اشتغل شؤون قانونيه في اي وظيفه حكوميه او قطاع خاص او قطاع عام. طبعا الوظيفه الحكوميه دي مجالات كتير بقى، يعني عندنا هيئات كتير، عندنا الجمارك، عندنا الضرايب، عندنا التأمينات، عندنا وزارة التربية والتعليم، المحليات كلها. كل ده متاح، مش متاح ان انت اول ما بتخلص بياخدوك، لا، متاح ان انت تقدم فيها لما بيعلنوا. طيب ايه اللي هيختاروا واحد عن واحد؟ ده بالتقدير، عشان اهم حاجة بالنسبة لنا التقدير. مش معنى ان انت، معلش، هنقدر نقول اللي عنده اللي جايب امتياز هو عنده عدد قليل، فيوم ما هياخدهم هم. طب اللي جايب جيد جدا هيتاخد برضه. طب اللي جايب جيد نسبته هتقل شويه، طب اللي جايب مقبول نسبته هتقل شويه. بس مش معنى كده ان الدنيا اتقفلت، بس احنا بناخد بالاسباب، خاصه ان التقدير تراكمي في الاربع سنين. فاللي يقول لك حقوق ملهاش مستقبل ما تردش عليه احسن، لانه كلام ملوش اي اساس، وساعات بيبقى اساسا الكلام ده هدفه الاحباط ليس إلا. اشوفكم على خير في الفيديو اللي بعده ان شاء الله. سلام.